مساء الخير ورباح للناس الملاح، مرحبا بكم دائما بقناتكم قناه شيوات وصفات حياة الروح، ونتمنى تكونوا دائما بالف خير. جاتني طلبات كثيره على وصفه خاصه بتكبير الارداف. فاليوم انا نحضر لكم جوج ديال الوصفات. صراحه انا هذه الوصفه كنت كنستعملها قديما. خديت هذه الوصفه لزياده الوزن، كان الوزن ديالي نحيف وكنت بغيت نزيد في الوزن ديالي، فخديت هذه الوصفه لزياده الوزن ماشي لتكبير الارداف. ولكن بعد مني استعملت هذه الوصفه فالنتيجه كانت هي ان ما تزاديش في الوزن، ولكن الارداف ديالي تزادوا وما كانوش عندي بتاتا، ولكن تزادوا برزوا وبانوا هذاك الارداف. كذلك الوصفه عطيتها لبعض الاصدقاء ديالي، كاين اللي كتعدهم نفس النتيجه ديالي وكاين اللي كتعدهم نفس النتيجه، بالاضافه ان تزاد الوزن ديالهم قليلا يعني في بعض المناطق. فهذه الوصفه راهي جد رائعه. بالنسبه للوصفه الاولى فغنحتاجوا فيها نصف لتر من الحليب، بنانه كامله، غنحتاجوا فيها دانينو. فالوقت اللي كنت كنستعمل انا الوصفه كان بوتي سويس، حاليا ما بقاش فكنستعملو في المكان ديالو دانينو. غنحتاجوا فرماجه، غنحتاجوا جوج ديال البيضات بلديين، وغنحتاجوا ملعقه من عسل النحل. هنا بالنسبه للبيض البلدي ف يعني الوصفه نورمالمون تيدار فيها البيض خضر ماشي البيض مسلوق. لان الوصفه كامله تنخلطوها في خلاط كهربائي وتعطينا على شكل عصير. ف يعني الوصفه كان خص يدار فيها البيض خضر ويتخلط مع المكونات ويطحن مع المكونات. انا صراحه ما استعملتش البيض خضر، ما قدرتش نستعمله. ما جربتش الوصفه يعني باش نقول لكم راه كتجي هكا زفره ولا كتجي خايبه، ما استعملتوش الصراحه. ولكن استعملت هكا البيض، سلقت البيض واستعملت هكا البيض مسلوق. فإلا قدرتوا نتوما تستعملوا البيض خضر فيكون احسن، لان الفوائد ديال البيض وهو خضر احسن من هو طيب. اللي ما قدرش غيدير بحالي انا، كيسلق البيض ويستعملو هو مسلوق. فغندوزو للطريقه. ناخدو خلاط كهربائي، نوضعو فيه بنان، نقطعو هكا البنان نوضعوه في الخلاط الكهربائي. هاد الوصفه راه كما ذكرت لكم راه هي رائعه وانا جربتها ونستعملوها بشكل يومي قبل الافطار تقريبا بساعه، يعني تستعملوها تشربوها ومن بعد ساعه عاد ممكن تفطروا. وهي وصفه لذيذه جدا، يعني انا متاكده الا جربتوها ما تقدروش تستغنوا عليها. موضوع الحليب هنا بالنسبه للبنان او للموز اللي استعملت، فاستعملوا شي موزه تكون كبيره ماشي بحال انا عندي غير موزه صغيره ولا بنانه صغيره. غنحتاجوا ملعقه من العسل كما ترون، وغادي نمشي نطحن المكونات مع بعض ونرجعوا. بالنسبه للبيض راه ما نطحنوش مع المكونات، لان كنطحنوه الا كان خضر، اما هكا ملي طاب ما نطحنوش مع المكونات فغناكلو هكاك. المهم غنطحن المكونات مع بعض ونرجعوا. فهذا هو العصير كما ترون. هذا العصير غتشربوه كامل، يعني ما تفرقوش، يعني واحد اللي محتاج باش يكبر الارداف فغيشرب هذا العصير كامل. كما كنت كنستعمل انا، كنت ناخذ البيضات هكا تناكلهم عادي، تناكلهم وتندوز هكا بالعصير، لاني ما قدرتش نخلط البيض مع العصير. وانتم الا قدرتوا تخلطوا البيض وهو خضر يعني البيض مازال طازج يكون احسن. هذه هي الوصفه الاولى، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ندوزو للوصفه الثانيه. هذه الوصفه غتستعملوها بشكل يومي. تستعملوها قبل الافطار بساعه المكانه، يعني تشربوا هذه الوصفه على الريق ومن بعد ساعه عاد ممكن تفطروا. بالنسبه للوصفه الثانيه فغنحتاجوا فيها بطاطا مسلوقه، البطاطس اللي خديناها سلقناها في شويه ديال الماء ومن بعد نقيناها وقطعناها على هذا الشكل. غنحتاجوا فيها فقط بيضه واحده
وغنحتاجو فيها فرماجه، غنحتاجو فيها قليل من الملح، قليل من البزار اولا الفلفل الاسود، وغنحتاجو زيت الزيتون. غادي ناخدو هاد البطاطس حنا نديرو على شكل سلطه. غنقطعو البيض على هاد الشكل، نقطعو كذلك الفرماج حتى هو نقطعوه. استعملوا اي نوع ديال الفرماج بغيتو، قطعوا حتى هو قطع صغيره. نوضعوا شويه الملح وشويه الابزار، ونوضعوا كذلك زيت الزيتون. نخلطوا المكونات مع بعض بهذا الشكل. هذه هي ديال الوصفه ديالنا ديال السلطه ديال البطاطس. هذه الوصفه هي جد رائعه. بالنسبه الا بغيتو تاخذوا يعني تعطيكم مفعول في اقرب وقت، فما عليكم الا تاخذوا كميه اكبر، يعني على الاقل 1 كيلو فما فوق. يعني الا خديتوا اقل من كيلو فغتاخذ وقت كبير باش تعطيكم المفعول ديالها. فبالنسبه للناس اللي كيحبوا البطاطس ما غاديش يكون عندهم مشكل انهم يستعملوا كيلو فما فوق كل يوم. ممكن يفرقوا على يعني وجبه الغداء وجبه العشاء، ممكن ياكلوه هكا في وجبه واحده. بالنسبه للناس اللي ما تيحبوش البطاطس فانا غيكون عندهم مشكل، ما غاديش يقدروا عليها. داكشي علاش انا كيعطيتكم جوج ديال الوصفات اليوم. فاللي ما قدرش على الوصفه ديال البطاطس يستعمل الوصفه الاولى اللي نزلت لكم ديال العصير مع البيض. ولكن انا كنصحكم الا بغيتوا المفعول في اسرع وقت تستعملوا الوصفتين مع بعض. الوصفه العصير يعني في الصباح كما ذكرت لكم، مع اخذ فقط بيضه واحده. الا كنتو غتستعملوا البطاطس معاه خذوا فقط بيضه واحده. في وجبه الغداء خذوا هكا سلطه ديال البطاطس فقط 500 غرام كافيه بشكل يومي مع باقي المكونات. فنتمنى يعجبكم الوصفات ديال اليوم. اللي عجبتو الوصفات يدير ليا لايك الفيديو، تشاركوا معايا في القناه ديالي مع الضغط على الزر ديال الجرس باش يوصلكم دائما جديد ديال الوصفات. ونتلاقاو في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.